أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ما زلنا بنستكمل رحلتنا الشيقة والممتعة، رحلة عيشيها صح، وما زلنا بنتكلم على العلامات الدالة على ضعف تقدير الذات، من باب عرفت الشر لأتقيه لا لأقع فيه. ودلوقتي معادنا مع العلامة السادسة عشر، وهي إن الأشخاص أصحاب التقدير المتدني لذواتهم دايما عندهم المقارنة، والمقارنة دي من أكتر الحاجات اللي بتستنزف طاقتك وتسحب منك فرحتك. ليه؟ لأنك طول الوقت بتحطي نفسك في ميزان مع غيرك، وهي عمرها ما هتكون مقارنة عادلة. المقارنة دي أخطر حاجة ممكن تعمليها في حياتك. ليه؟ لأنها بتخليكي طول الوقت تبص لغيرك وتنسي تبصي لنفسك. تلاقي نفسك بتقولي فلانة نجحت أحسن مني في إيه؟ التانية اتجوزت وأنا لسه، هي بتفرق عني في إيه؟ دي عندها فلوس ومال وأنا تعبانة في حياتي. وساعتها مع كل مقارنة بيحصل مصيبتين كبار. الأولى إنك بتنسي نعم ربنا اللي عندك، والتانية إنك بتحسي إنك أقل. لكن الحقيقة مختلفة. ربنا عادل، والعدل معناه إن كل واحد واخد نصيبه، واخد رزقه، واخد خيره. بس إحنا ساعات مش بنشوف. لو ركزت شوية على حياتك هتلاقي نعم كتير جدا عندك غيرك مفتقدها. يمكن عندك صحة وغيرك بيتمنى يوم واحد من صحتك. يمكن عندك أهل وغيرك يتيم. يمكن عندك رضا وهدوء داخلي وغيرك نايم على فرشة دهب بس قلبه بيصرخ من الوحدة. المصيبة الأكبر إننا دايما بنحكم على الناس من المظهر والظاهر. نشوف صورة حلوة على فيسبوك أو انستجرام ونفتكر إن حياتهم جنة. بس مين قال؟ انت ما تعرفيش الشخص ده ضحى بإيه عشان يوصل للي هو فيه، ولا تعرفي هو شايل هم إيه دلوقتي. يمكن هو في نعمة في حاجة، لكن عنده ابتلاء تقيل في حاجة تانية. افتكري كويس، الدنيا مش جنة. احنا في دار ابتلاء، يعني كل واحد فينا عنده تحديات. مفيش إنسان كامل، مفيش حد واخد كل حاجة. حتى اللي انت شايفاه عنده كل شيء، متأكدة انه عنده وجع او حرمان في مكان تاني. المقارنة بتسرق عمرك، لكن الامتنان بيرجع لك سلامك. بدل ما تقولي ليه ما عنديش زي فلانة، قولي الحمد لله على اللي عندي. يمكن أنا عندي حاجة غالية جدا وغيري بيتمنى يوصل لها. العلامة السابعة عشر من علامات ضعف تقدير الذات، إن البنت لا تمدح أحد وتكون كثيرة الانتقاد وتسقط عيوبها على الآخرين. يا بنات يا سيدات، هشرح لكم ده بالتفصيل. البنت اللي ما بتعرفش تمدح دي مش معناها إنها شايفة نفسها متواضعة أو بتحاول تبقى عادية، لأ، ده معناه إن جواها صوت داخلي ضعيف بيمنعها إنها تعترف بقيمة غيرها، لأنها أساساً مش قادرة تعترف بقيمتها هي. اللي عندها تقدير ذات سليم بتلاقيها بمنتهى البساطة تقول كلمة برافو أو الله ينور أو مبروك. ليه؟ لأنها عارفة إن قيمة غيرها مش بتنقص من قيمتها هي. لكن اللي تقديرها ضعيف بتحس إن أي كلمة مدح كأنها بتخليها هي أقل، أو بتسحب منها حاجة، أو كأنها هتخسر حاجة لو قالتها.
فتبدأ تعيش في دايرة النقد المستمر. كل حاجة حواليها تتحول لتعليق سلبي. لو حد نجح تقول ده مش حاجة كبيرة، لو حد لبس تقول ده مش لايق، لو حد اتكرم تقول أكيد واسطة. النقد هنا مش وصف للواقع، النقد ده ستار بتغطي بيه على إحساسها بالنقص. والأخطر إنها مش بس بتنتقد، هي كمان بتسقط عيوبها على غيرها. يعني إيه؟ يعني لو هي بتحس إنها مقصرة تلاقيها دايما بتتهم غيرها بالإهمال. لو هي حاسة إنها مغرورة من جواها تلاقيها بتقول على غيرها شايفة نفسها. اللي مش قادرة تواجهه جواها تلاقيها بتشوفه في الناس وتتكلم عنه. والنتيجة العلاقات بتتأثر، الناس تبتدي تبعد. ليه؟ لأن الطاقة دي مرهقة. محدش يحب يقعد مع حد مش بيعرف يقول كلمة طيبة. الكلمة الحلوة زي البلسم، والنقد المستمر زي السم اللي بيتسرب شوية شوية لحد ما يخلي العلاقة تموت. فخدي بالك، اللي مش قادرة تمدح واللي شغلتها بس تنتقد وتسقط عيوبها هي في الحقيقة مش بتأذي غيرها بس، هي بتأذي نفسها أكتر، لأنها بتفضل عايشة في حلقة مفرغة. صوتها الداخلي الناقد بيجلدها، وهي ترد في إنها تعكسه على الناس فيبعدوا عنها، فترجع تحس إنها أقل وتدخل في دوامة من جديد. الدرس هنا قدرتك إنك تمدحي غيرك مش دليل ضعف ولا مجاملة فارغة، دي علامة قوة. اللي يقدر يشوف الخير في الآخرين هو اللي واثق إنه عنده خير جواه. أما النقد المستمر وإسقاط العيوب فهو الدليل الأوضح على إن جواكي حاجة محتاجة تتصلح. العلامة 18 من علامات ضعف تقدير الذات إن البنت أو السيدة اللي عندها ضعف في تقديرها لذاتها لا تشارك ولا تجالس المميزين والمميزات والناجحين والناجحات، وبتفضل دايما إنها تكون جليسة للفاشلين، للمكتئبين، للكسالى، للمحبطين والمحبطين. اسمعوا النقطة دي كويس جدا. الإنسان بطبعه بيختار الصحبة اللي تشبهه، لكن اللي ضعيفة في تقديرها لذاتها بتلاقيها بتهرب من الناس الناجحين والمميزين وتفضل تقعد مع اللي زيها أو اللي أقل منها. ليه؟ علشان النجاح بيخوفها، والتفوق بيكشف ضعفها، والمميزين والمميزات بيعكسوا لها حقيقتها اللي مش قادرة تواجهها. البنت دي تحس إن وجودها وسط المميزين والناجحين بتحس إن بيقلل منها، بيعري عيوبها، بيخليها طول الوقت في مقارنة موجعة. فتلاقيها تختار القعدة مع اللي دايما بيشتكوا أو اللي مش عايزين يغيروا حياتهم أو اللي قاعدين مكانهم من غير أي حركة. هنا بتحس براحة لأنها ما بتتحطش تحت ضغط ومحدش بيخليها تواجه تقصيرها. لكن خلوا بالكوا، الصحبة دي سلاح قاتل. اللي يقعد دايما ويخالط دايما المحبطين هيبقى نسخة منهم. اللي يسمع طول الوقت شكوى بيبرمج دماغه على السلبية. اللي يعيش مع الكسالى بيتعود على إن الكسل شيء عادي. واللي يشارك المكتئبين هيتسرب له الإحباط من غير ما يحس.
وهنا المعنى العميق، البنت اللي تقديرها لنفسها ضعيف بتختار الصحبة اللي تناسب ضعفها، مش اللي ترفعها، كأنها بتقول لنفسها أنا مش قادرة أكون زي الناجحين، فهخلي نفسي وسط ناس ما بيحاولوش أصلا علشان ما بقاش وحشة. لكن الحقيقة إن الهروب ده لا ينقذك، بالعكس بيزود ضعفك. اللي عايز ينجح لازم يحتك باللي أنجح منه، لازم يقعد مع اللي عندهم طموح أكبر، لازم يسمع من اللي بيكافحوا وبيوصلوا، لأن الطموح عدوى زي ما السلبية عدوى. فخدي بالك، لو لقيتي نفسك دايما قاعدة وسط الناس اللي بيشتكوا أو اللي محبطين أو المحبطين أو الكسالى، اسألي نفسك هو أنا ليه مش قادرة أقعد مع المميزين والناجحين؟ الجواب هيكشف لك قد إيه جواكي خوف من إنجازك وخوف من إنك تظهري. الدرس هنا صحبتك مرايتك. لو فضلتي مع المحبطين والمحبطين والكسالى هتتسحبي معاهم لتحت، ولو اخترت المميزين والناجحين وأصحاب الطموح العالي هتتعلمي معاهم. حتى لو اتوجعت من المقارنة في الأول، النجاح عدوى والإحباط برضو عدوى، واللي تقديرها لنفسها سليم تختار العدوى الصح. العلامة 19 من علامات ضعف تقدير الذات، وهي إن البنت أو السيدة بتقدم رغبات الآخرين على احتياجاتها، وعندها خلط أو لبس في التفرقة ما بين العطاء والتضحية. يعني إيه؟ يعني ممكن تكون محتاجة ترتاح لكن تسيب نفسها عشان تقضي طلبات اللي حواليها. ممكن تكون محتاجة تذاكر أو تركز في شغلها لكن تسيب كل ده عشان ترضي صاحبة بتضغط عليها. ممكن تكون محتاجة تشتري حاجة ضرورية لبيتها لكنها تدي فلوسها لحد تاني عشان ما يقولش بخيلة. اللي بيحصل هنا إنها بتحط نفسها في المرتبة الأخيرة والكل قبلها، وده بيخليها تعيش مرهقة ومش شايفة قيمتها. وهنا بيجي الخلط الكبير اللي بيقع فيه أغلبنا، الخلط الكبير بين العطاء والتضحية. العطاء فعل قوة، التضحية المفرطة فعل ضعف. خليني أوضح لك، العطاء معناه إنك بتدي من وفرة ومن قلب راضي. مثال، واحدة خلصت شغلها بدري وعندها ساعة فاضية، راحت ساعدت صاحبتها في تجهيز فرحها، هنا بتدي من وقت زايد. معاها فلوس زيادة الشهر ده فاشترت هدية بسيطة لجارتها اللي وقفت جنبها قبل كده، هنا بتدي من زيادة. أو واحدة عندها طاقة حلوة قامت وشجعت صاحبتها اللي هي كانت محبطة، هنا بتدي من حب وطاقتها. أو حد عنده فلوس وتصدق ولو بجنيه. أو حد عنده أو عندها ملابس ضيقت عليها أو أصبحت غير مناسبة ليها فتبرعت أو تصدقت بيها. والأمثلة كتير على العطاء. المهم في العطاء بندي من شيء زايد عندنا فوق حاجتنا. مزايا العطاء بيكبرك في عين نفسك، بيخليك حاسة إنك مؤثرة،
بيدخلك وبيعطيك طاقة إيجابية بدل ما يسحب منك ويستنفذك. العطاء بيشبه الزرع اللي بيتسقي من مية وفيرة، الزرع اللي بينمو وانت كمان بتنوري معاه. العطاء لما بنفتكره كحد ساعدناه أو وقفنا معاه في دقيقة أو تصدقنا عليه، لما بنفتكره يعني كأننا بنشحن مشاعر إيجابية وطاقة رضا. وكمان العطاء في أحيان كتير بنحتسبه أجر وثواب في الآخرة، بنكون فرحانين لما بنسترجع مواقف العطاء اللي احنا عملناها، تدينا طاقة إيجابية واحتساب الأجر عند الله، وبتدينا طاقة رضا. إنما التضحية من اسمها هو كأنه التبرع أو التنازل أو انتزاع شيء أنت محتاجاه. التضحية حاجة مختلفة. التضحية يعني تهملي نفسك علشان غيرك وتدفعي ثمن غالي، مش من وفرة، من نقص عندك، من شيء هيسبب لك تعب أو إرهاق أو أذى أو مرض أو حرمان. مثال: بنت عندها امتحان مهم الصبح لكنها تفضل طول الليل تسمع شكوى صاحبة مش بتنتهي ومش بتخلص كلامها. هنا ضحت بوقت مذاكرتها وصحتها. أو زوجة حلمها تكمل تعليمها لكن ترمي الحلم ده علشان ترضي زوج مش مقدرها أصلا. أو أم عندها مصاريف بيت بالكاد بالعافية مكفية شهرها، لكنها تروح تدي فلوسها لحد تاني علشان ما يزعلش. أو أم أو أب يروح يشتري لابنه أو تشتري لبنتها بنطلون ماركة عالمية، وهي أو هو بيلبس في ملابس بالية أو مقطعة أو محتاج إن هو يلبس هو أيضا، فحرمت نفسها أو هو حرم نفسه في شيء هو بحد عينه التضحية. عيوب التضحية: بتستنفذ طاقتك، بتسيبك فاضية ومحبطة، بتخليك متوقعة تقدير والتقدير غالبا مش بيجي، ومع الوقت بتعيشي دايما في إحساس إنك مهملة ومنهكة ومتعبة. وأحيانا التضحية مع الوقت بتتحسب إن هو أمر فرض عليكي وده شيء طبيعي. مثال: لو انت اتعودتي ان انت تصحي بدري علشان تصحي زوجك او ابنك ان يروح شغله او يروح جامعته، وجيتي في يوم راحت عليكي نومة، الطبيعي هيحصل ايه؟ ان هيصحى هيزعق معاكي وهيتخانق معاكي انك قصرتي او اهملتي. فاحيانا كتير التضحية بتتحول بدل ما أنا بقى أضحي وأتطوع إن أنا أخدم الشخص أو أساعده في شيء، أصبح شيء مطلوب مني وإن ده من ضمن وظائفي. التضحية عيوبها إن في الغالب إن الشخص اللي أنا ضحيت علشانه بيكون ناكر الجميل ما بيفتكرهاش. الأمثلة كتير. واحدة مستنية مثلا زوجها وقاعدة من غير عشاء
وبيجي لها آخر الليل يقول لها أنا كلت مع أصحابي، وهي مش عايزة تجرح مشاعره. لو هو جه وقالت له ده أنا سبقتك وأكلت، تمام؟ أو قاعدة مذنبة نفسها وصاحية وسهرانة جنب ابنها أو بنتها اللي بتذاكر، وغيرها كتير من التضحيات. هل الحاجات دي أو أنا حارم نفسي من إني أشتري لنفسي بنطلون أو قميص، وبروح أشتري لابني أو بنتي حاجة وماركة غالية؟ طيب ما هو بالمنطق وبالعقل كان ممكن هي تلبس وأنا ألبس، مش شرط إن أنا أروح أجيب لها حاجة غالية فوق طاقتي وأحرم نفسي، أو أحرم نفسي مثلا محتاج الفلوس للعلاج أو أكل أو شرب أو أي شيء. كل اللي أنا عملته ده سواء في حد قريب مني أو حد بعيد في الغالب مش هيفتكر التضحية وهيكون ناكر للجميل. وفي الغالب لما أنا مع مرور الزمن وأفتكر الحاجات دي فبيجي لي حسرة ويجي لي وبزعل، لأنه هو خد من مجهودي أو من صحتي أو من شغلي. زي واحدة مثلا شغالة وموظفة واكتشفت في الآخر وبتساعد زوجها في المعيشة، واكتشفت في الآخر إن زوجها ده متجوز عليها واحدة تانية وبياخد فلوسها ويصرف على ست تانية. دي اسمها تضحية. فبيجيب مشاعر نقمة ومشاعر غل ومشاعر ندم، ولكن لن يفيد الأمر شيء. العطاء زي ما قلنا حتى لما أنا بأتذكره بكون عندي راحة نفسية وبشحن طاقة كويسة وطاقة فرح وطاقة احتساب للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. في خلط عايزين نتكلم فيه قبل ما ننهي، وهو التضحية اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي من علامات ضعف تقدير الذات والتضحية في سبيل الله والرسالة. وهو من أرقى القيم، أو هي من أرقى القيم اللي ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بيها التضحية. لكن خليني أوضح نقطة مهمة. التضحية اللي بنتكلم عنها هنا في سياق ضعف تقدير الذات غير التضحية اللي بيكون هدفها رضا الله أو نصرة الدين. التضحية لله فيها إيمان ووعي واختيار واعي، زي تضحية سيدنا علي رضي الله عنه أو سيدنا إبراهيم عليه السلام. دي تضحية بترفع صاحبها درجات وبيتكتب له بيها أجر عظيم. إنما التضحية اللي نقصدها هنا هي إن البنت أو السيدة بتسيب احتياجاتها الأساسية وبتهمل نفسها وتتنازل عن حقوقها، مش حبا في الله ولا نصرة لدينه، لكن عشان ترضي الناس أو خوفا من رفضهم، أو علشان هي مش شايفة قيمتها. زي اللي تسيب صحتها أو تضيع أحلامها أو تستنفذ وقتها مع ناس محبطين، وفي الآخر تلاقي نفسها خسرانة من جوه ومتوقعة تقدير مش بيجي ومش بيحصل. الفرق كبير يا بنات. التضحية لله قوة وإيمان. التضحية مع ضعف تقدير الذات استنزاف وانهزام. والدرس هنا إننا لازم نميز بين التضحية اللي بتقوينا في علاقتنا بربنا وبين التضحية اللي بتكسرنا في حياتنا اليومية. شايفة الفرق؟ العطاء بيخليكي واقفة على رجلك بتدي وتكبري، التضحية المفرطة بتكسرك من جوه وبتطفي نورك. الدرس هنا إنك لازم تفرقي بين العطاء اللي بيزيدك جمال وقوة وبين التضحية اللي بتستنزفك وتخليك صغيرة في عين نفسك. العطاء
اختيار وقوة. التضحية المفرطة علامة من علامات ضعف تقدير الذات. كل العلامات اللي شرحناها من الأولى لل19 سببها واحد: ضعف تقديرك لذاتك ونظرتك لنفسك. اللي بيحصل لما تقدير الذات يكون ضعيف هو إن حياتك بتتأثر في كل حاجة: علاقاتك، قراراتك، مشاعرك، وحتى سلوكك اليومي. العلامات اللي شرحناها مش بس علامات سلبية، دي رسائل من نفسك الداخلية علشان تعرفي تشتغلي عليها وتطوريها. المرة الجاية هنغوص أكتر في طرق عملية تساعد أي بنت وأي سيدة إنها تحس بقيمتها وتبني ثقتها بنفسها بشكل عملي ومباشر.